مساء الخير. اتفضلوا كلوا معايا. باكل سمك مشوي. باكل سمك مشوي ورز ابيض. سمك. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا مفيهوش اي حاجه. اوعوا تفتكروا ان انا ممكن اجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكم. دي بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها. بالمناسبه اللوك اللي عملته عاجبني وانا مبسوط منها قوي، بس قبل ما الاخوه الساده الملايكه الصالحين اللي عمالين يقلوا ادبهم ويشتموا ويقولوا تاخد الترند وجاتها البلا في شكلها وابوها ما عرفش يربيها، لا انا بنتي بتربيها كويس جدا، بس هي بتتصرف باللي هي حاسه بيه. المهم ان هي ما تكونش بتاذي حد. قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكم، اتفرجوا على عيلتكم، على اولادكم، على اخواتكم، على الناس اللي حواليكم، قبل ما تبقوا انتوا بتنتقدوا وتغلطوا وتقولوا ما تربيتش ب3 تعريفه تربيه او بربع جنيه تربيه. لا انا بنتي متربيه كويس جدا. انا بحب اكل السمك والرز بايدي على فكره، حتى في المحلات الفخمه اما باكل سمك باكله بايدي. تفتكروا دي قله ادب مني ولا مفيش اتيكيت؟ على العموم ريحوا نفسكم واهدوا شويه، لان اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب. هي ما غلطتش في حد فيكم، هي حرة في نفسها. وبعدين بنتي عندها 36 سنه وام وعندها بنوته ومسؤوله عن نفسها، فانا اب مسؤول ان انا احميها، انما هي حره في تصرفاتها. وبكرر تاني، اسماء انت شكلك زي القمر، شكلك كان حلو جدا وخدت الترند، برافو عليكي. ما تسمعيش كلام حد وما تهتميش بكلام حد، وانا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا او عليها. المهم ان احنا بنضرش حد. السلام عليكم.